عارفة البنت اللي أول ما تدخل الفصل الكل بيبصلها باحترام، مش عشان بتعمل دوشة ولا متكبرة، بالعكس هادية شيك، صحابها بيحبوها والمدرسين بيعملولها ألف حساب، وفي نفس الوقت شاطرة وناجحة. السر مش في إنها محظوظة، السر في 10 قواعد لو طبقتيهم هتبقي البنت دي من أول يوم في المدرسة. وفي قاعدة في النص لو فهمتيها صح حياتك كلها تتغير. ركزي معايا كويس، يلا بينا نبتدي. أول قاعدة معانا هي انطباع الثواني الأولى ولغة الجسد. الناس بتاخد عنك فكرة كاملة قبل ما تنطقي كلمة واحدة، من طريقة مشيتك وقفتك. افردي ظهرك دايما، راجعي كتافك لورا، وخلي نظرة عينيكي لقدام بثبات مش في الأرض. لما تمشي في ممرات المدرسة امشي بخطوات متزنة، مش سريعة ومربوكة ولا بطيئة ومكسلة. تتكلمي مع حد بصي في عينه بابتسامة هادية. التواصل البصري ده بيدي إحساس فوري بالثقة والهيبة. تجنبي تماما انك تمشي وحاطة ايديكي في جيبك طول الوقت، لان الحركة دي بتبينك متوترة او خايفة. بلاش حركة تربيط الذراعين دي لانها بتوصل انطباع انك شخصية دفاعية ومش مريحة. خلي ايديكي حرة ومرتاحة على جنب، واستخدمي لغة إشارة بسيطة وراقية وانتي بتشرحي اي فكرة. لو واقفة مع مجموعة خلي وقفتك مفرودة وجسمك متوازن، مش مايلة على جنب واحد. الوضعية دي بتعطي إشارة للمخ إنك شجاعة وواثقة، وده بينعكس أوتوماتيك على تعامل الناس معاكي. حتى لما تقعدي على الديسك اقعدي بظهر مفرود، وبلاش الانحناء الأوفر على الترابيزة ده لأنه بيبين الكسل. الثبات الانفعالي وهدوء الجسدي بيخلي أي حد يتعامل معاكي يحس إنه قدام شخصية لها وزن وقيمة. افتكري دايما إن لغة الجسد هي سلاحك الأول اللي بيبني انطباع راقي عنك من غير ما تفتحي بقك بكلام. القاعدة التانية شياكة التفاصيل البسيطة والنظافة الشخصية. الأناقة في المدرسة مش ميك اب اوفر ولا مخالفة للزي. الأناقة الحقيقية هي نظافة التفاصيل الصغيرة اللي محدش بياخد باله منها غير الشخص الدقيق جدا. لبسك المدرسي لازم يكون مكوي ونضيف وريحته منتعشة، ويأتي القميص وأطراف الأكمام يكونوا نضاف. مقاس اللبس يكون مظبوط عليكي، مش واسع بزيادة مبهدل ولا ضيق بزيادة مش مريح ويأيد حركتك. ضفرك متقلمة ومبرودة بشكل مرتب ونظيف جدا من تحتها، وبعيدي عن المناكير المقشر اللي شكله بيبقى مبهدل. شعرك تسريحته سامبل ومرتبة، سواء زي الحصان أو كعكة هادية أو ضفيرة أنيقة من غير هيشان. شنطة المدرسة لما تفتحيها تكون منظمة، الكشاكيل مش متطبقة ولا أطرافها مفعصة، ومفيش أوراق مرمية في القاع. مقلمتك فيها أقلامك كاملة وشغالة. بلاش استعارة الأدوات من زمايلك طول الوقت لأن ده بيقلل من هيئتك. استخدمي سبراي خفيف جدا أو بودرة معطرة بريحة القطن أو الورد الهادي اللي بتسيب انطباع انتعاش ونظافة. حافظي دايما على نظافة الكوتش بتاعك أو الجزمة، النظافة من قمة راسك لغاية جزمتك بتاعك الشخصية مرتبة. خلي معاكي دايما في الشنطة باكت مناديل، معقم يدين، مرطب شفايف خفيف للشتاء. التفاصيل الصغيرة دي لما تتجمع مع بعضها بتخليكي تباني للبنات والمدرسين زي البنوتة الشيك الفاهمة. القاعدة التالتة الذكاء الدراسي والتفوق بدون توتر. البنت مميزة مش هي اللي قاعدة تدح 24 ساعة وتندم من الخوف. الذكاء انك تذاكري بذكاء وتعرفي ازاي تديري وقتك ومجهودك صح عشان تجيبي اعلى درجات بأقل مجهود. في الفصل مش لازم ترفعي ايدك على كل كلمة وسؤال لمجرد الظهور، ده سلوك بيشتت المدرس. ارفعي ايدك بثبات لما تكون عندك اجابة صح ومفيدة او اضافة نوعية بتدل انك فاهمة الدرس كويس. نظمي دفاتر وكشاكيل للمادة باسلوب مريح للعين. استخدمي الوان هادية في التلخيص وكتابة العناوين. كشكول مرتب بيفتح نفس المدرس وهو بيصحح وبيخليه ياخد عنك فكرة انك بنت منظمة وشاطرة. ابعدي تماما عن تجمعات الندب والشكوى قبل الامتحان. تجمعات البنات اللي بيبقوا مرعوبين وبيصرخوا انسحبي بهدوء، وقفي في مكان هادي، راجع نقاطك الأساسية لأن التوتر بيطير المعلومات من دماغ. لو مش فاهمة نقطة من المدرس اسأليه بمنتهى الأدب في الوقت المناسب، أسلوب راقي، وركزي في الشرح. اعملي نفس جدول مذاكرة واقعي في البيت، ساعتين تركيز صافي أفضل من 6 ساعات تشتت مع الموبايل. التفوق الدراسي بيعطيك ثقة ونوع من القوة، وبيخلي وجودك في الفصل له احترام وتقدير من الجميع. افتكر دايما ان هدفك انك تكوني شاطرة وهادية في نفس الوقت، مش دحيحة ومتوترة وطاقتها مخلصة. القاعدة الرابعة الكاريزما اللفظية وطريقة الكلام. الكلام القليل المحسوب قيمته أعلى بكتير من الرغي المستمر. تعلمي فن الإنصات، اسمعي اللي قدامك لغاية ما يخلص كلامه خالص وما تتدخليش ولا تقطعي في النص. اعطاء المساحة لغيرك يتكلم بخير خليكي تباني الشخصية رزينة وعميقة وبتعرفي تفكري قبل ما تنطقي. انتبهي لنبرة صوتك، الصوت العالي بيدي إحساس بالإزعاج وضعف الشخصية والاندفاع، والصوت المنخفض جدا مكتوم بيبين الخجل المفرط وضياع الشخصية.
اختاري دايما الصوت الوسط الهادي، اتكلمي ببطء نسبي والحروف تكون واضحة، بلاش سرعة الكلام اللي زي الرشاش عشان الكل يفهمك بسهولة. استخدمي قاموس راقي من الكلمات، شكرا، من فضلك، بعد إذنك، حضرتك، في التعامل مع الكبار. ابعدي تماما عن كلمات الشارع والمصطلحات البيئة اللي بعض البنات بيفتكروها روشنة وهي بتقلل منهم قوي. لما تختلفي في الرأي مع صاحبتك اختلفي بأدب وهدوء من غير ما تعلي صوتك أو تنرفزي وتغلطي. الهدوء في الكلام بيدي انطباع قوي انك واثقة في نفسك ومع كل كلمة بتقوليها محدش يقدر يربكك. لما حد يوجهلك مدح أو إطراء ابتسمي بذكاء وقولي شكرا، ده من ذوقك. بلاش الارتباك وقلة الثقة، أسلوب كلامك ونظافة لسانك هما العنوان الحقيقي لتربيتك ورقتك، وهما اللي بيجبروا الكل يحترمك. القاعدة الخامسة: الحدود الذكية، البعد عن الدراما المدرسية، دي النقطة الجوهرية اللي بتحمي طاقتك ونفسيتك. الحدود الذكية معناه انك تحطي خط فاصل بينك وبين اي مشاكل او دراما ملهاش اي لازمة في المدرسة. تعلمي تقولي لا بأدب ولطافة للحاجة اللي مش مناسبة ليكي او هتضيع وقتك او تأذيكي. لو حد طلب يستعير كشكولك وانتي محتاجاه قوليله بابتسامة اسفة جدا محتاجاه بكرة، ممكن نراجع سوا بس الدفتر معايا. وبعدي تماما عن النميمة والقيل والقال وغيبة البنات. النميمة بتقلل هيبتك وبتخلي الناس تخاف منك. لو البنات قعدوا يتكلموا في ظهر بنت غايبة انسحبي بالشياكة او غيري موضوع الكلام بحركة ذكية. حافظي على خصوصياتك، اسرارك الشخصية، تفاصيل بيتك ومشاكلك العائلية مش مكانها المدرسة خالص. الغموض المحبب والخصوصية بيخلقوا حواليكي هالة من الجاذبية وبيخلي الناس تحترم مساحتك. بلاش تكوني البنت اللي بتتدخل في كل خناقة او بتعمل شو ودراما على حاجات بسيطة ومواقف هبلة. خليكي البنت اللي بتمتص المشاكل بهدوء وعقل واللي وجودها بيدي طاقة أمان ومشاحنات أقل. الحدود الذكية مش معناه تكبر، بالعكس ده معناه إنك شخصية محترمة نفسك ومحترمة وقت الآخرين. لما تحطي حدود صح من الأول محدش هيجرؤ يتعدى عليكي أو يقلل من قيمتك طول السنة الدراسية. القاعدة السادسة: اختيار الصحاب والدائرة القريبة. انت عبارة عن انعكاس لأكتر 5 أشخاص بتقضي وقتك معاهم، عشان كده بيئة صحابك هي اللي بتحدد شكل شخصيتك ونظرة المدرسين وبنات ليكي في المدرسة. اختاري صديقات المجتهدات المحترمات اللي عندهم طموح وعايزين ينجحوا ويتطوروا في حياتهم. ابعدي تماما عن الصداقات المجهدة اللي مليانة غيرة، حسد، مقارنات طول الوقت ودراما ملهاش آخر. الصديقة الحقيقية هي اللي ترفعك لفوق، تشجعك تذاكري، تدافع عنك في غيابك وتفرح لنجاحك من قلبها. لو لقيتي صاحبتك بتسحبك للتطنيش، للهروب من الحصص أو لقلة الأدب مع المدرسين، ابعدي عنها فورا. مش لازم يكون عندك 20 صاحبة، صديقة واحدة أو 2 جدعان ونضاف بجد أفضل بكتير من شلة كبيرة مزيفة. كوني انت الصديقة الوفية والجدعة اللي صحابها بيثقوا فيها وبيلاقوها في المواقف الصعبة دايما. خلي التعامل مع بقية بنات الفصل مبني على اللطف، السلام، الاحترام المتبادل من غير اندماج اوفر. لما تكوني وسط مجموعة راقية صورتك العامة بتلمع والمدرسين بيبصولك بصة تقدير خاصة جدا. وافتكري دايما ان الصاحب ساحب، اختاري اللي يسحبك للقمة وللأخلاق العالية مش اللي ينزلك للقاع. دائرتك المقربة هي حصنك، فنقي ناس شبهك وشبه المبادئ الحلوة اللي تربيتي عليها في بيتك. القاعدة السابعة: الهوايات والشغف برا الدراسة. حياتك مش لازم تكون محصورة بين المنهج والواجبات بس. البنت المميزة بحق هي اللي عندها عمق واهتمامات شخصية بتخلي شخصيتها جذابة وممتعة في أي قعدة. خلي ليكي هواية بتحبيها وتطوري فيها: القراءة، الرسم، كتابة القصص، التدوين، الرياضة أو العزف. وتعلمي مهارة جديدة برا المدرسة، لغة جديدة، مونتاج، تصميم أو كورسات تطوير الذات أونلاين. الاهتمامات دي بتديكي حصيلة معلومات ثقافة واسعة جدا بتظهر في طريقة كلامك وتفكيرك مع الناس. لما تيجي تتكلمي في أي موضوع هتلاقي عندك أفكار حلوة وكلام ممتع ومش مكرر زي باقي البنات. شاركي في الأنشطة المدرسية، الإذاعة المدرسية، المسابقات الثقافية أو المعارض والفرق الرياضية. المشاركة في الأنشطة بتبرز اسمك قدام إدارة المدرسة وبتنمي عندك مهارات القيادة أو التعامل مع الجمهور. الهواية بتفرغ التوتر وبترجعلك طاقتك النفسية بعد يوم دراسي طويل مليان مجهود وتفكير ومذاكرة. تديكي إحساس بالإنجاز والتميز الذاتي بغض النظر عن درجاتك أو تقييم الناس ليكي في الامتحانات. البنت اللي عندها شغف بتبقى مشعة بالمهارة والناس أوتوماتيك بينجذبوا للشخص الملهم اللي عنده هدف. غلي وقت فراغك صح وابني شخصية متكاملة شاطرة في دراستها ومبدعة في هواياتها الخاصة. القاعدة الثامنة: الثبات والهدوء تحت الضغط وفي المواقف الصعبة. هنا بيظهر التميز والتصرف الذكي بجد. لو تعرضتي لموقف محرج أو كلمة بايخة من حد أو انتقاد غير لائق، رد فعلك هو اللي بيحدد قيمتك. بلاش النرفزة، بلاش الصراخ أو الاندفاع.
الاندفاع بالرد البايخ. التصرف ده بيبين ضعف وعدم سيطرة على النفس. الصح ايه؟ خدي نفس هادي جدا، بصي للشخص بنظرة ثبات وهدوء، وردي بجملة قاطعة ومختصرة ومحترمة. الهدوء والبرود الذكي بيحرج الشخص المستفز وبيخليه يحس انه صغر جدا قدام هيبتك وعقلك الموزون. لو اخطأتي في إجابة في الفصل والمدرس صححلك، بلاش تتكسفي أو تتعصبي أو تتوتري، ابتسمي بثقة، قولي شكرا يا مستر على التوضيح. الاعتراف بالخطأ بتواضع بيعكس ثقة عالية بالنفس ومش بيقلل منك. لو حصلت مشكلة أو لخبطة في امتحاناتك أو أدواتك، ركزي فورا في البحث عن حل بدل الندب والعياط. ساعدي زميلاتك لو حد طلب منك شرح نقطة بسيطة بلطف وبدون استعلاء أو تكبر أو احتكار للمعلومة. الجدعنة مع التواضع والهدوء بيخلوكي ملكة في قلوب صحابك وبنت لا تعوض بالنسبة لأي حد. القدرة على التحكم في انفعالاتك هي أعظم مهارة كاريزمية ممكن تكتسبيها وتعيشي بيها طول حياتك. افتكري دايما ان القوة مش في العنف والزعيق، القوة الحقيقية هي الهدوء والسيطرة في أوقات التوتر. القاعدة التاسعة: الروتين الصباحي المسائي المنتظم. تميز مش لقطة عبرة، ده أسلوب حياة يومي سهل عليك حياتك. من بالليل جهزي لبسك المدرسي كامل ومكوي، رتبي شنطتك، شوفي جدول دروس بكرة ونظمي أدواتك. التجهيز المسائي بيخليكي تنامي ببال مرتاح وتصحي الصبح هادية من غير كركبة وجري وتوتر. اصحي بدري قبل ميعادك بساعة على الأقل، خدي وقتك الكافي في طقوسك الصباحية الهادية والانتعاش. اشربي كوباية مية، توضي وصلي، اسمعي حاجة هادية، واشربي مشروبك المفضل بروقان من غير استعجال. تناولي فطور صحي خفيف بيمد جسمك ومخك بالطاقة اللي محتاجاها للتركيز والاستيعاب طول اليوم. الصباح المنظم والمسترخي بينعكس فورا على ملامح وشك، نفسيتك وطاقتك الإيجابية في الفصل. بلاش العجلة والنزول وانتي متأخرة، لأنك هتوصلي مدرسة متوترة مشتتة ومجهدة من أول دقيقة. أول ما ترجعي من المدرسة خدي قسط من الراحة، غيري لبسك، افصلي عقلك شوية قبل البدء في الواجبات. تقسيم اليوم لمحطات واضحة: راحة، مذاكرة، هواية، نوم مبكر، بيخلي حياتك متزنة وسلسة جدا. النوم مبكر بيدي بشرتك نضارة وعينيكي صحة وبيحميكي من الإرهاق والهالات السوداء. والانضباط في الروتين هو السحر الخفي اللي بيخليكي دايما متألقة ومستعدة لأي تحدي جديد يواجهك. القاعدة العاشرة والأهم على الإطلاق: حب الذات وتطوير مستمر. التميز مش معناه إنك تقارني نفسك بحد، التميز هو إنك تكوني أفضل نسخة من نفسك انتي. اشتغلي على شخصيتك وطباعك وطوريها كل يوم. تقبلي شكلك، طبيعة شعرك، طريقتك، بلاش تجري ورا المعايير المزيفة أو تقليدي بنات تانية تقليد أعمى. التقليد بيمحي شخصيتك وبيخليكي نسخة مكررة ملهاش طعم، زي كل البنات اللي بقت شبه بعض دلوقتي. الأصالة هي اللي بتلفت الأنظار بجد. ركزي على نقاط قوتك ونميها، وشوفي النقط اللي محتاجة تعديل واشتغلي عليها بهدوء ومن غير جلد ذات. لو مريتي بيوم سيء أو أخطأتي في تصرف معين، سامحي نفسك، اتعلمي من الدرس وابدأي يوم جديد أصفى، لأن احنا بشر وطبيعي جدا ان احنا نغلط. احترمي نفسك وقيمتك، واللي مش بيحترم نفسه محدش من الناس هيحترمه ولا يعمل حساب لمشاعره. كل بنت عندها مبادئ واضحة، أخلاق عالية، طموح كبير، ورغبة مستمرة في التعلم واكتساب المهارات. البنت اللي بتحب ذاتها وبتحترم نفسها وتطور عليها، هي دي البنت اللي بتجبر الكل على احترامها. التطور هو رحلة مستمرة، كل يوم بتتعلمي حاجة جديدة بتضيف لجمالك الداخلي والخارجي لمسة مميزة. ثقي في قدراتك وفي رحلتك الخاصة، وخلي هدفك دايما انك دايما تسيبي أثر طيب وجميل في كل مكان تدخليه. انتي بنوتة مميزة بطبيعتك، وكل مطلوب منك انك تظهري الجمال والذكاء ده للعالم بكل ثقة ورقي. وبكده نكون خلصنا القواعد العشرة الكاملين. وافتكري دايما ان التغيير بيبدأ بضبط خطوات صغيرة وبسيطة كل يوم. قوليلي في التعليقات تحت ايه اكتر قاعدة حسيتي انها لمستك وهتبدأي تطبقيها من بكرة. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان تكوني جزء من مجتمعنا الراقي، واشوفك في الفيديو الجاي على خير. باي باي.